يا سلام يا سلام يا بابا، حضرتك لازم بتقرا افكارنا. ليه؟ هو انت كنت عارف ان هديلك فلوس؟ لا يا بابا لا، انا كنت عارف ان حضرتك مش هتسيبنا جعانين ابدا. مش بس عشان كده، امال عشان ايه؟ عشان ما احرجكش قدام خطيبتك. آه. وتاني مرة لما تبقى تعزم حد يبقى اعمل حسابك كويس، مفهوم؟ مفهوم يا بابا مفهوم. ميرسي ميرسي قوي يا بابا. تسمح لنا بقى؟ مع السلامة. يلا بينا فتحي. عن إذنك يا عمي. مع السلامة يا بنتي. يا ترى نبيل يا ابني هتفلح في دراستك ولا مش هتفلح في حاجة أبدا زي ما بتقول حفيظة هانم؟ ربنا يستر. الله، جلال، انت بتعمل ايه هنا؟ انت واقف تكلم نفسك؟ انت مش خرجت عشان تجيب الخشاف من التلاجة؟ يا خبر، ده انا نسيت يا منيرة. هي الليلة دي مالها معقدة كده ليه؟ على العموم اديني صلحت غلطة نبيل ابني مع خطيبته. هما مشوا؟ ايوه يا ستي، وكمان اديت العربية لنبيل عشان يوصل بيها خطيبته. برضو قلبك ما توعكش. اعمل ايه يا منيرة في عاطفة الابوة دي؟ اعمل ايه غصب عني؟ حنيتك دي اللي زيادة عن اللزوم هي اوعي تكملي وتعيدي الكلام اللي قالته الست حفيظة صاحبتك دي اللي عكننت علينا القعدة. نبيل هيفلح، ايوه هيفلح في كل حاجة بيعملها. هيفلح يا منيرة، طيب هيفلح. طيب بس هدي نفسك كده وروق دمك. انت هتسيب عمك قاعد لوحده من غير ما تكون انا ولا انت قاعدين معاه؟ ربنا يفوت الليلة دي على خير يا خش منيرة. لهم انت دلوقتي وانا هروح اجيب لهم الخشاف اللي في التلاجة. حاضر حاضر يا ستي. ايه في ايه؟ القط كان ايه تاني؟ القط القط يا جلال. انا المرة دي بقى مش هسكت له.